ياه هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بالسيد جون وهو بيداوي بجرحها. وجعتك؟ أنا آسف. بتركز على رجليها وبتقول بابتسامة: ما كنتش عارفة إن إيديك فيها سحر بالشكل ده. بيقرب من إيديها وهو مركز في عينيها: أنا مش هسمح إنك تتأذي طول ما أنا هنا. طيب مش خايف أكون أنا المؤذية؟ بيتجاهل كلامها وبيطمنها بحب: بس أنا مش خايف حتى لو خلصتي عليا. أنا موافق، المهم تبقي وما تبعديش. وبيقرب وبيديها فراشات. في اللحظة اللي بيحس فيها بدوخة شديدة ببرود بتسحب من ايديه الساعة: يا عبيط، أسيبك أنا بقى في أحلامك الوردية. بيحاول يمنعها بترميه في المية: أكل العيش مر يا خالتي، الرجالة دول غلابة قوي. فتعالوا بينا فراشاتي نشوف النسوان وعمايلها. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراكك في القناة لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. قصاد القصر الخاص بعيلة جون بنشوف لينا على حصانها وبنظرات تحدي بتقول لنفسها: دي آخر جوازة ليا ولازم أطلع منها كسبانة علشان علاج شياهو. وفي القصر بفستان أسود ملفت بتقرب خطوات ثابتة. وعند الأم بيقول المساعد: دي رابع جوازة ليها. وكل مرة العريس بيفلسع، يعني دي اللي هتقضي على جون أكيد. وفي الجناح الخاص بيه بتتفاجئ وكلنا بنتفاجئ: أنا بقيت غنية. وأخيرا تكاليف عملية شياو ضمنتها. بتلاحظ وقتها إنه ثابت ما بيتحركش فبتخاف: هاي، أنا متجوزة قبلك 3 مرات وشفت كل حاجة. وقبل ما تكمل كلامها بتتفاجئ باللي بيفقدها الوعي. بيمر الوقت وبتفوق بين إيديه: أخرج بس من هنا، أنا ترمي الرمية دي. بس خلينا نشوف شكل جوزي الجديد. يا خسارة، طلع وسيم. بتتفاجئ بدقات قلبه: وماله، أخلص عليك أنا. لين انت هنا؟ أخيرا لقيتك. ومش بيديها مجال تتنفس: انت إنسان ولا عفريت؟ فبيطمنها أكتر بدقاته. بتقول لنفسها: وماله، هعرف برضه استفاد منه، مش هيخسر. وقبل ما تقرب بيسمعوا صوت إنذار. بيستوعب جون إن المكان هينهار: يلا بسرعة. طب والدهب؟ سيبني آخد حاجة. بيتجاهل كلامها وهوبا: انت مجنون، انا ما ينفعش امشي وايديا فاضيه. بيتجاهل كلامها وهاتك يا جري. ورغم انها شايفه الانهيار بعينيها ما بتهتمش غير بالفلوس. بيقاطع تفكيرها صوته: انت كويسه؟ انا مش عارف الخطر جاي من انهي ناحيه، علشان كده لازم تبقي قريبه مني. بس انا حابه اكون وحدي، ولو لينا نصيب نجتمع تاني اكيد هنتقابل في احلامك. وفي الطريق بتقع في اللحظة اللي بيستغل فيها التعبان ضعفها. بتنادي عليه في ثواني بيكون قصادها: انت لحقت؟ انت بتعمل ايه؟ مش انتي قلتي لو لينا نصيب نجتمع تاني؟ وادينا اجتمعنا. بتلاحظ وقتها الساعة اللي قيمتها 30 مليون. حلوة قوي. بيجي الليل وبيداوي جرحها. بتحاول تمثل عليه الحب علشان تقدر تاخدها: أنا ممتنة إنك أنقذت حياتي. وبتعبر له عن امتنانها بالفراشات. في اللحظة دي بيفصل شحن: ما كنتش عارفة إنك عبيط كده، استني. فبترميلي المية: أهو كده الشغل. بتلاحظ وقتها إنه اختفى وده بيخوفها أكتر. بتنزل علشان تنقذه: جون أنت فين؟ بتتفاجئ بيه قصادها. بتحاول تهرب بيحاصرها: أنت كذاب. بيعبر لها عن مدى هوسه: أنا ممكن أكون كذاب بس بحبك، ما تسيبنيش. وكان هناك المزيد والمزيد والمزيد من الفراشات. تاني يوم بيتفاجئ إنها هربت ومعاها الساعة. بيفتكر ذكرياته من حياته السابقة: لين، من النهاردة احنا هنبقى سوا للأبد. لين، أنا ليه حاسس بألم؟ معقولة الفرحة بتوجع؟ ليه عملتي كده؟ ليه خلصتي عليا؟ بيفوق من ذكرياته وهو بيقول لنفسه: مستحيل أسمح لده يتكرر تاني. وعند بيتها بتتفاجئ بمرات أبوها وهي بترمي لبسها: انتي لسه عايشة؟ كل اللي اتجوزك فارق الحياة. كويس إن شياو اختفى، أكيد هرب منك وخاف على نفسه. لو أخويا حصل له حاجة مش هرحمكم. بتقول وقتها مرات الأب بسخرية: أنا مش عارفة هو خاف وهرب ليه. إحنا كنا هنستفيد منه ونأمن مستقبلنا بكلى ولا بنكرياس، وهو كله بثوابه. بتفهم وقتها لين إنهم السبب. أنا لازم أخلص عليكم. في اللحظة دي بيوصل سونج، الراجل اللي عايز يشتريها من زمان وهي بتعاند. بتحاول تقاوم لكنهم بيحاصروها. بيوصل الولد الأسود: انتي كويسة؟ هاي، انت هتعمل لي فيها روش؟ لين ملكي. بيقرب جون الأوراق للدين والدين عيلة لين. بيقول وقتها الأب بود مصطنع: انتي هتقفي مع الغريب ضد عيلتك؟ أنا مش غريب، لين مراتي. بتقول لنفسها باستهزاء: ده ما طلعش عبيط بس، لا وغبي كمان.
وفي القصر بتحاول تقرب أكتر علشان تعلقوا بيها. انت عارف أنا مفيش حد عاملني بلطف غيرك انت وأمي. بيقرب وقتها المساعد كارت VIP ودي نقطة ضعفها. تسمح لي أكون ملكك الليلة؟ وبتديله حنان وبعد ما اطمنت إنه واثق فيها. حبيبي أنا جهزتلك مفاجأة، خد دش وأنا مستنياك. بيرجع بيتفاجئ إيه الحلاوة دي؟ هو ده الشغل ولا بلاش؟ ونعم الاختيار. بيكتشف وقتها إنها سرقت الكارت. وعند لين بتقول لنفسها لو ما كنتش مشغولة بشياء وما كنتش ضيعت عليا ليلة الفراشات. بس مش مشكلة، بعته ب200,000، مش بطال السعر ده. وفي المستشفى بتحاول توصل للبيانات اللي كان محجوز فيها الأخ. بتكتشف إنه برقم خاص. في اللحظة اللي بتشوف فيها الأخبار عيلة جون المسؤولة عن المستشفى وبتفكر إزاي تقرب منهم. وفي قصر جون بتطلب مرات الأب بود مصطنع من الأب. الساحر وصل، فلو تسمح لي نعمل صلاة علشان نطرد النحس اللي مسيطر على الابن الكبير. بيوصل الساحر بشيخ خليله. مستحيل، ده نحس صعب ينفك. بتفتكر مرات الأب اتفاقها معاه. أنا عارفة إن الأب بيثق فيك، ما تقلقيش أنا مش هخرج من هنا غير وهو عاجز. بيترجاه الأب ينقذ ابنه. في اللحظة دي بتوصل لين وهي متنكرة والكل بيقدم لها الطاعة، بس هو فائسها. بيقول وقتها الساحر بخوف الشاب المسكين محتاج بركاتك. بيركز في عينيها وبيقول بابتسامة مستفزة من فضلك ساعديني واديني البركة. خبيث. وعند الساحر بتديله على بوزه. بتقرب من مرات الأب. انت اتجننتي؟ فبتديها على بوزها. عفريتة جبانة، ازاي تسكني في الأم؟ ايه ده، العفريت اتنقل الأخ وبتديله على بوزه. كفاية. وقصاد الكل بيقرب وبيقول برسمية أقدم لك الآنسة لين مراتي. وفي مكان تاني بيحاصرها. مش هتقولي لي بقى رجعت ليه؟ أنا علشان أنقذك أكيد، بس أنا مش ناسي إنك اتخليتي عني مرتين وأنا ماليش في الدنيا غيرك. بجد أنا سمعت إن ليك حبيبة من أيام الطفولة. بيحاصرها بحب. بس أنا ماليش حبيب غيرك. أهو الكلام ده بقى اللي بيرفع لي السكر. بتقول لنفسها بتوتر لين اثبتي وفكري انت هنا ليه؟ علشان تستغليه وبس. تمام، قلتلي انك عايز بركاتي. واخيرا ايها السيدات والسادة كانت ليلة فراشات. تاني يوم بتروح المطبخ علشان تشرب. بتتفاجئ بالحراس اللي بيحاصروها. آنسة مينج احنا لقينا الحرامية دي. مينج ايه ده، انتي تعرفيني؟ اكيد جون حكالك عني. وعلى الفطار بتقول ببرود دلوقتي بقى لبس الخدامة يناسبك. وبنبرة تحذير اللي بيقرب لعيلة جون نهايته بتكون التراب. بتقول لي لنفسها غلبانة بتحاول تخوفني، ما تعرفش اني مدوباهم 3. بيقاطع تفكيرها صوت مينج. أنا وجون اتربينا سوا، بس فجأة دخل في غيبوبة وكان ممنوع ليا أقرب منه. بتستغل لين الفرصة. غريبة إزاي عندكم كل المستشفيات دي ومحدش قادر ينقذه؟ لأن كل حاجة وليها نظام واللي متحكم فيها الأب الأكبر. بتقول لي لنفسها لو قدرت أخترق النظام ده أكيد هعرف فين شياهو. بيجي الليل وبتقرب عليه بالأكل. كنت فين؟ وليه لابسة كده؟ بتحاول تبين الرقة في نبرة صوتها. كنت بحضر لك الأكل. فبيعلمها أسلوبه الخاص في الأكل. شكرا لاهتمامك، ولا يهمك قول بس انت جعان وانا كل يوم هعمل لك أكل. يا بنت الغدارة أنا نفسي صدقتك. يلا علشان تاخد الدواء. بالقصد بينكب عليه. أنا أسفة هات الجاكيت أغسله. وفي الحمام بتاخد بصماته من التليفون. بيوصل فجأة. انت بتعمل ايه؟ خضتني. اخرج أنا محتاجة أغير. محتاجة مساعدة؟ لا شكرا. وفي نص الليل بيصحى فجأة وبيخلص عليها وهو بيقول لنفسه أنا مش هسمح لك تكوني نقطة ضعف تاني. وبيفتكر حياته السابقة الليلة اللي غيرت كل حاجة. لين أنا حاسس إني بحلم، مش مصدق إنك معايا وبين إيديا. لين أنا حاسس بألم، معقولة الفرحة بتوجع كده؟ بتزود الضغط أكتر بيقع للأرض. أنا حبيتك من قلبي ورغم كده خلصتي عليا يوم فرحنا. بيفوق من نومه وهو بيستوعب إن كل ده مجرد كابوس. أنا مستحيل أسمح للماضي يعيد نفسه من تاني. وعند لين بتحاول توصل لبيانات أخوها. بتلاحظ صوت خطواته فبترجع فورا للأوضة. وهناك بيمسكها من قفاها. بيقرب عليها وبيتنفسها بهوس. بتحاولي تهربي تاني. وأنا ليه هعمل كده؟ أنا وعدتك إن المرة دي مش هبعد. وبتقول لنفسها في النهاية أنت وعيلتك اللي تقدروا توصلوني لأخويا. بيحاصرها وهو مركز في عينيها. خليكي فاكرة كلامك كويس.
لآخر يوم في عمري أنت ملكي. وكان هناك جرعة مكثفة من الفراشات لزوم الاطمئنان. تاني يوم وفي مزاد خاص بعيلة جون بيفاجئها النادل إنها مش من ضمن الضيوف. أنت قطعة في المزاد. نهار أسود. وقبل ما تهرب بيحاصروها وبيبدأ المزاد وكل فرخة وسعرها. وبيجي الدور على فرختنا 40 مليون، 45 مليون، 80 مليون. بيطلب وقتها المساعد من السيد جون يتوجها لأنها أغلى قطعة في المكان. بيركز عليها وبيقول لنفسه أنا ليه في عقابك موجوع؟ ليه مش قادر أشوفك بتتألمي؟ بس بنتنا كيادة. بيقرب الشاب اللي اشترى فبتمثل قصاد الحب. الليلة هتبقى مميزة معاك وغير أي ليلة. وفي الجناح بتطلب منه يستناها لحظة وهكون عندك. تعالى أنا عاملة لك مفاجأة. بتتفاجئ بجون اللي بيحاصرها. كنتي بتقولي إيه بقى من شوية؟ هتبقى ليلة غير أي ليلة. معاكي حق. وهوبا، لو أنا ما كنتش جيت كنت هتقبليه يقرب منك. بصوت هامس بتقول أنا ملكك وبس. تاني يوم بتقرر تحضر حاجتها في هدوء. أنا لازم أمشي ووجودي هنا مفيش منه فايدة. بتتفاجئ بصورة أخوها ورسالة من شخص مجهول. لو عايزة أشياء خلصي على جون. بيمر الوقت بيوصل جون بيلاحظ إنها اختفت. بيكلم المساعد وهو ملهوف. اقلب لي الدنيا عليها، أنا عايزها قصادي مهما كان التمن. وعند لين بنشوفها في مالها بتحاول تتجاهل الكلام اللي حواليها. احنا سمعنا إنها اتجوزت من عيلة جون. مين عاقل يتجوز واحدة مخلصة على 3 قبله؟ لا، وماشية واثقة في نفسها قوي. بتطلب وقتها من النادي المشروب. ممل. طب وده فعلا مميز. ده أنا حضرته مخصوص علشانك. وبصوت مهزوز أنا كنت خايف تضيع مني. انت غلطت في العنوان يا حلو. من غير كلام بيعبر لها عن عشقه. انت دايما بتسيبيني وحدي لأننا مش مكتوب لنا نمشي في طريق سوا. انت مش عارف أنا مين. مش عايز ومش مهتم. كفاية عندي وجودك. بتشده عليها وبتسلم نفسها وهي بتقول أنا أسفة علشان أخويا، أنا مضطرة أستغلك للمرة الثالثة يا بنت الغدارة. تاني يوم وفي القصر بتحضروا الفطار. انت اللي عملتي كل ده. وبيشاور لها علشان تديله حنان. كانت هتمسح آثار اللبن بيمنعها وبيشدها عليه. أعتقد إن مفيش فطار أحلى من كده. طب يلا كل. في اللحظة دي بيفقد السيطرة على نفسه وبيفقد الوعي. وفي المستشفى بيعرفوا من الدكتور إنه اتسم. بيتجنن الأب مين عمل كده. بيقرب المساعد وبيقول بهدوء اللي كانت مسؤولة عن أكل السيد جون الفترة الأخيرة الآنسة لين. بتقول وقتها مرات الأب بحزن مصطنع إزاي قدرتي تعملي كده في أكتر حد حبك؟ بتحاول تخليه يلاقي مصير اللي قبله. بيمر الوقت وفي الأوضة بيضمها بحب. شكرا على مساعدتك ليا. وبيفتكر الوقت اللي اكتشفت فيه لين إن ده مجرد سم بطيء المفعول وده معناه إن في حد ناوي يخلص عليه. هاي، انت سرحت في ايه؟ أنا ممكن أساعدك في التمثيل بس بشرط ماني. انت بقى بتتحركي بالفلوس. طيب عايزة كام؟ 500,000؟ 5 مليون. تاني يوم بيطلب الأب من جون يحضر وبيتفاجئ بفيديو خاص ليه مع المساعد. ومش بس كده، دي كمان ملابس خاصة لقيتها وأنا بنظف في أوضته. مستحيل. بتوصل وقتها لين ومعاها الدليل اللي يثبت إن مرات الأب هي اللي دبرت كل ده. والصدمة إنها هي اللي كانت مع المساعد مش لين. بيؤمر وقتها الأب إنها تتدهرى وممنوع تشوف الشمس. تاني يوم بتقرب بالفطار بتتفاجئ بصوته المهزوم. شكرا. بابتسامة حب. كل ده علشان الفطار. الفطار مش مهم، المهم اللي حضرهولي. وبيقول لنفسه شكرا إنك بقيتي وحسستيني ولو لمرة واحدة إننا ممكن تكون نهايتنا سعيدة سوا. وفي معمل خاص بنشوف جون مع صاحب الدكتور تشو اللي بيعرفوا إن شياو فصيلته نادرة لكنه بيحاول يوفر له. وبكده العملية هتتأجل. بيستغرب جون من كم التعقيدات وكأن في حد عارف الحقيقة غيره. معقولة في حد غيري يرجع للحياة من تاني؟ بيقاطع تفكيره صوت تشو. ولما انت بتحبها كده مداري اخوها ليه؟ انا مش مداريه، انا محافظ عليه وبحميه. تاني يوم وقصاد قصر هادي ومميز بتتفاجئ بنفسها. بتسأله باستغراب ايه المكان ده؟ بيقول لنفسه ده بيتنا في الماضي. ها عجبك؟ وهوبا، لا قوموني كده اخس قيمة 15 كيلو واخد احتياطاتي لعل وعسى قريبا. قولوا امين. بيمر الوقت وبتنادي عليه علشان يحضروا الغداء سوا. بيقرب بمكر وبيطلب منها فراشة صغيرة. شكرا على وجودك واهتمامك. لو عايز اهتمامي يزيد يبقى لازم تهتم بكرشي. بس كده ناوليني بسرعة البصلة.
وعند الأب بيتفاجئ بالعقاب، غرقان في الحب وهيمان وسمحت لها تدخل المكتب وتسرق المعلومات. بينكر جون إنها السبب، كل ده كان بأمر مني. بتستغرب لين هو ليه بيداري عليها وبيحميها، وفي الأوضة بيطلب منها بصوت تعبان: داويلي الجرح. ليه حمتني؟ بصيلي لين، أنا عارف إنك دخلتي المكتب وأخدتي بصمتي، بس مهما عملتي أنا هفضل أدعمك. لو محتاجة تصرحيني أنا هسمعك وخليكي واثقة إني هحميكي. بتقول وقتها بدموع: سيد جون، انت تعبت معايا قوي في اللعبة دي وانت بتمثل انك مش فاهم حاجة. معنى كده ان كل كلامك ووعودك كانوا كذب؟ كل اللي قلته ما كانش حقيقي؟ لا، كان حقيقي ومن قلبي، وعلشان كده انا مستني تثقي فيا، وبحلفلك اني كل اللي بعمله علشان احميكي. تاني يوم بتتفاجئ بصورة اخوها ومعاه رسالة جديدة: كل ما كنتي مطيعة كل ما تضمني ان اخوك يعيش. وعلى الفطار بيلاحظ انها سرحانة، بيقرب عليها بحب: أنا قلت للصحافة إن هنعمل حفلة خاصة بجوازنا، مش حابة نقوم نشتري الفستان سوا؟ وهناك بيتسحر بجمالها وبيتنح: انتي جميلة. بتوصل وقتها المساعدة بالخاتم. سيد جون، الخاتم اللي طلبته. بينزل للأرض وبيقول بحب: لين، من اللحظة اللي قابلتك فيها وأنا أخدت عهدي على نفسي إن مفيش غيرك يستحق قلبي. انتوا كده تدوا للتوكسيك قيمة. بيفتكر ذكريات الماضي في اللحظة اللي استغل فيها نومها التقيل وأخد مقاسات الخاتم. لين، أنا عارف إن يوم فرحنا هو اليوم اللي قررتي تخلصي عليا فيه، بس أنا قلبي مقدرش يكرهك، وأنا هنا النهاردة والمرة دي علشانك. لين، تتجوزيني؟ بتسرح في كلامه: معقول تكون صادق؟ معقول معاك هنسى كل همومي وهكون مبسوطة؟ وقصاد المراية بتقف قلقانة: أنا شكلي وقعت في الحب. كنت فاكرة إني قادرة أتجاهل قلبي وأركز على أهدافي وبس، طلعت غلطانة. الحنية قادرة تدوب أي قلب مهما كان قاسي. أنا لأول مرة هكون أنانية في الحب، أنا عايزة أتجوزك وبس. وبتقف تتدرب إزاي تصارحه: بصراحة أنا قربت منك في البداية علشان فلوسك وبعدين علشان أخويا، بس أوعدك إني مهما حصل مش هبعد عنك. وبتجري عليه ببراءة، بتتفاجئ إنه اختفى. وعند جون بنعرف إن وصله اتصال من تشو بيعرفوا إن شياو حالته في خطر. بيزيد قلقها في اللحظة اللي بتوصل لها رسالة: لو عايزة تشوفي أخوكي تعالي المكان ده. وقصاد المستشفى بتتفاجئ بعربية جون. مستحيل. لين، اهدي، أكيد دي صدفة. بتقرب ورجليها مهزوزة بتتصدم بيه: أخيرا قدرنا نعمل العملية، بس أنا ليه حاسس بدوخة كده؟ بتفهم وقتها إنه خبى عليها كل ده وهو كان سبب ألمها. كل ده كان وهم. أنا آمنت بيك، كنت غبية وفاكرة إن في حد ممكن يحبني بصدق. بيقرب فجأة: لين، بتعملي إيه؟ ومن غير كلام بتخلص عليه. اللحظة دي جات متأخر قوي. وبيقول لنفسه: أنا عملت كل حاجة علشان ما تكونش النهاية واحدة. وعند لين بيشدها تشو علشان يثبت لها إن أخوها بخير وإن جون كل ده كان بيساعدها مش أكتر. بسبب اندفاع جون حياته في خطر. بتطلب وقتها الباسورد الخاص بجون، وهناك بتتفاجئ برسائل التهديد: انت كنت راس الحية في اللعبة من البداية، وانا غبية كنت فاكرة ان في حد عايز يأذيك. بيمر الوقت وبيفوق جون بيلاحظ وجودها. بتقرب بجمود: انت ليه خدعتني؟ ليه كدبت عليا؟ انا خلاص ما بقيتش عايزاك. وكانت هترمي الخاتم في وشه: لا، ارجوكي، انا عشت الحياة دي قبل كده. في الماضي كان مصير أخوكي الفراق وأنا خلصت عليا يوم فرحنا. جون، أنت للمرة المليون بتكذب. وماله، قول بالمرة إنك فضائي يمكن أصدقك. أنا عارف إنك صعب تصدقيني، بس خليكي معايا، بكرة هثبتلك. وعلشان تطمني، بكرة الدنيا هتمطر تلج. بحلفلك إن ده لو ما حصلش مش هتشوفي وشي تاني. ابعد إيديك، أنا مش جاهلة علشان أصدق التخاريف دي. ولو على مساعدتك لإشياء فشكرا. وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بتتفاجئ بالتلج بيقرب عليها وبتركز في عينيه، وبتفتكر أحداث ليلة امبارح. لين، أنا عايز أطلب منك طلب، سامحي السيد جون. وبيحكي لها عن أول مرة شافه فيها وقد إيه كان مرعوب. اهدى، أنا عايزك كويس، وبعدها هتقدر تشوف لين. وبيمر الوقت بينهم. يعني قصدك إن لين باعتك ب200,000؟ بالظبط. وقامت الست مشوحة وقايلالي: أهي دي الحلويات ولا بلاش؟ حتى لو كان لطيف معاك، بس هو كذب عليا. يعني برأيك ما يستحقش فرصة تانية؟ بتتجاهل مشاعرها وقلبها اللي رافض بعده. نام دلوقتي وبكرة نتكلم. بس ذكرياتهم بتطاردها نظراته وابتسامته اللي كانت بتطبطب رغم خوفها الدايم. بتقرب لأوضته علشان تشوفه للمرة الأخيرة. بتلاحظ إنه نايم ومعاه الخاتم. بدموع بتقول: أنا أسفة،
أتمنى تنساني. بتفوق من ذكرياتها على صوته المهزوم. لين، التلج نزل. يا ترى قلبك ممكن يديني فرصة تانية؟ من غير كلام ولا سلام بتمشي يا بنت الغدارة. بيقول وقتها شيها بدموع، انتي برضو مصرة تبعدي؟ عارفة من اليوم اللي سابتنا فيه أمي وأنا كان نفسي أبقالك سند، بس مرضي عجزني. انت مش عجز، انت حياتي. السيد جون برضو كان دايما يقولي كده علشان يساعدني أخف، وعدني كمان إنه هيبقى حميكي. وعند الأب بينهار ليه، ما كنتش عارف إن أمي ممكن تعمل كده، إزاي تخلص على نفسها. بيقول وقتها الأب بجمود تعمل إعلان إنها فرقت الحياة فجأة بمرض نادر. بتقول وقتها الخدامة بمكر، أنا شفت السيد جون ليلة امبارح وكان واضح إنه بيحاول يخلص عليها. أنت لازم تتعاقب، بس أنا جوزي مش متهم علشان يتعاقب. لين بتاخده تحت جناحها، فرخة أصيلة. لو الطب الشرعي أثبت إن جون السبب وقتها يتحاسب، وبتمشي طيارة وراها. لين من فضلك أنا جيت هنا علشان أساعدك وأرد لك مساعدتك لأخويا، دي البطاقة اللي أخدتها منك فلازم ترجع لك. بسهولة كده تفرطي فيها؟ طيب هاتيها. أفهم من كده إنك ما سامحتنيش. سيد جون كل الحكاية إني ما بحبش أكون مديونة لحد، أنا لقيت ده في أوضة المساعد، أكيد هيفيدك. بيستغرب هو ليه المساعد متصور مع مرات الأب وبينهم طفل. معقولة ليه ابن المساعد بيجي الليل وبيتسحب لمكتب أبوه ولحسن الحظ بيلاقي شعرة؟ غلبان والله، ده احنا عندنا شعرة واحدة في راسنا والباقي في الأرض. وفي السجن بيقعد جون قصاد المساعد، انت السبب في اللي حصل، وانت واضح انك بتحبها قوي. دي نتيجة اختبار الأبوة بين أبويا وليه. بينهار المساعد، صدقني أنا ما كنتش ناوي أخون الأب، بس مرات أبوك كانت بتمر بلحظات ضعف وأنا كنت لسه واصل لسن 20 واستسلمت ليها. بس ابني ملوش ذنب، أرجوكم محدش يأذيه. بيصدموا جون إن ليه ابن الأب وكل ده وهو عايش في الوهم. أنا إزاي كنت غبي كده؟ إزاي خدعتيني كل السنين دي؟ أنا حبيتك. وبيخلص على نفسه فجأة من غير سابق إنذار، وفي الشارع بيقف قصادها مهزوم. أنا عارف إني كنت أناني في حبك، أخدت قرارات في حياتك كانت من حقك. الحب مشاركة مش امتلاك، أرجوكي ما تبعديش. أنا هتغير الأحسن علشانك بابتسامة حب. بس أنا مش رافضاك، بالعكس أنت ساعدت أخويا، أنا بس حابة أشاركك الحياة. يعني لازم نبقى واحد ونواجه الحياة سوا. من الصدمة بيفقد النطق والحركة. لين تقبلي تلبسيه من تاني؟ موافقة. ويا عيون الفراشات وهبة الفراشات. وفي الأوضة الخاصة بمرات الأب بنشوف ليه هو بيفتش على حاجة معينة، بيفتكر ذكريات ليلة الحادثة. حبيبي انت جيت؟ أمي أنا حضرتلك شوية شوربة علشان تهدي. حبيبي مفيش غيرك بيعملني بلطف في القصر ده. أمي ممكن تغنيلي الأغنية اللي كنت بتغنيها لي وأنا صغير؟ وعلى صوتها الحنون كأم رغم قسوتها كمرات أب، بيلف الحبل حواليها وهو مش مهتم بروحها. بيمر الوقت وفي القصر بيحضر لها كيكة مميزة بعد رجوعها من السفر علشان يحتفل بيها. وهوبا، آنسة لين تفتكري أستاهل أتكافئ إزاي؟ خبيث. بس أنا حابة هديك بشكل مميز أكتر. بتلاحظ إن في جرح موجود، وقبل ما تتكلم بتوصل مكالمة لجون. شياو اختفى، وفي المستشفى بتتفاجئ إنه فارق الحياة بتقع منهارة بين إيديه. ورغم حزنها إلا أنها بتلاحظ علامات جرح ناحية قلبه، بتتأكد بنفسها وبتترعب. قلبه اختفى فين؟ ابعد. بتحاول تقاوم، انت كدبت عليا، انت وعدتني انك هتعالجه. بدموع بيقول دي غلطتي، أنا عارف، آسف، بس أوعدك إني هعرف مين السبب وهحاسبهم كلهم. بيمر الوقت وبتفوق لين وهي مرعوبة. أنا لازم أشوف شياو. لين اهدي، أكيد الشرطة هتعرف مين السبب، وحتى لو عرفت ده مش هيغير حاجة ولا هيرجع أخويا. أنت ما قدرتش تغير الواقع، أنت وعدتني إنك هتنقذه. أنت كنت مصاب وقتها، معقول تكون أنت؟ لين بصيلي، اوعي اوعي حزنك يخلي الثقة بينا تنكسر. وبيضمها بحب علشان يطمنها. تاني يوم بتحاول تكتشف من ورا اللي حصل، بتصدم إنها عينة جون. بيجي الليل وفي مكان هادي بيقرب جون وعليم الدارية. لين أنا فين؟ بصوت بارد، أنا كنت متهورة في تصرفاتي الصبح وحبيت أعتذر منك بشكل مختلف. صحيح، كلمني أكتر عن أمك، كانت بتحب إيه؟ كانت بتحب الأعمال الخيرية. لين تقدري تسألي بشكل مباشر، مفيش بينا كسوف. تمام،
اللي اشترى البشياو كان مرتبط عنوانه بمعرض أمك. لين، ده مستحيل، أمي فرقت الحياة من سنين. وقبل ما يكمل كلامه بتخدره. كفاية يا ناس، أنا هخرج من الملخص ده بتروما. بيفوق بعدها على صوت العقاب. إيه، موجوع دلوقتي؟ أنا عايزة الإجابة. بيحاول يقنعها إن كل اللي حصل ده سوء تفاهم، ومهما عملتي أنا راضي، المهم راحتك. بتضعف قصاد عينيه. أنا ليه بضعف بالشكل ده معاك؟ لأنك بتحبيني. وبيفصل شحن. بتسرح في ذكرياتهم سوا وبيغلبها الحب وبتقرر تنسى الماضي، ده الماضي كله جراح. وبالفستان الأبيض بتتفاجئ بليه قصادها. أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا هنا علشان أخدك معايا. وبيخدرها. وفي مكان غريب بنشوف ليه ومينج محاصرين. بيقرب ليه وبيفتح زراير قميصه بهوس. شوفي كده. دم. تك. قبل ما أخلص على أخوكي كان بيترجوني أرحمه، بس خلاص أنا بقيت بقلب جديد وكل الأمراض اختفت. بتصدمه لين ورغم قهرتها على أخوها بتقول افتح تليفونك وشوف الأخبار. بيتفاجئ إنه طالع لايف. يا غبي، كل اللي حصل ده كان خطة من جون. وخليني أحكي لك لأن شكلك صعبت عليا. أنت مش ابن المساعد، أنت ابن عيلة ليه. أمك عيشتك في وهم إنك الابن الغير شرعي، وقعدت تحب فيك وتحميك، وفي الآخر انتهى الحب بنهاية مأساوية. كذب. أنا مفيش حد بيحبني غير مينج. مينج، مش انتي بتحبيني؟ أنا لازم أخلص عليها، هي سبب في إنك زعلانة مني. بيوصل وقتها جون وبيتصاب مكانها. ما تخافيش، أنا كويس. أوه، إنه الحب يا سادة. مينج، إيه رأيك في الاتنين دول؟ اعتبريهم هدية مني ليكي. بتصدمه بصوتها الحاد. حبيبي، أسفة، نسيت أقولك إن قلبك كان سليم وقلب شياو هو المريض. من الصدمة بيفارق الحياة. وعند الأب بيعلن المرض سيطرته. بيقول وقتها بصوت مهزوم أنا موافق على جوازك من لين. مش عايزك تعيش زي تجري ورا السلطة والفلوس. ووجود شخص بيحبك بيهون الدنيا. أيوة والله يا حجوج، دعواتك لنا كلنا. وطيارة عليها. الأب خلاص وافق على جوازنا بشكل رسمي. يعني خلاص من الليلة هتديني فراشات براحتي. وقصاد البحر بنشوف مينج وهي بتتواعد للين. بسببك أنا خسرت في حياتي التانية، بس المرة دي أنا اللي هبقى فايزة وبس. وفي المستشفى بنشوف جون وهو في أوضة العمليات بتقرب مينج وبتقول بهوس في الماضي وفي نفس المكان انتهت حياة أمي. ما كانتش مريضة، قلبها انسرق على إيد جدك، ومن وقتها وأنا أقسمت إن كل العيلة لازم تعاني. بتتفاجئ بجون. ده معناه إنك دبرتي كل حاجة من البداية. انتي عارفة بسبب أنانيتك كم روح خسرت قلبها. هو مين دول علشان أهتم بيهم؟ وبتقفل الباب وبينتشر الغاز في المكان. دلوقتي بقى نقدر نقول متعادلين. في اللحظة الأخيرة بتوصل لين وبتنقذه وبيفقد وعيه بين إيديها. بيمر الوقت وبيفوق بيلاحظ وجود الأب. أنا قلتلك لين دي بنت خبيثة، ما كانش ينفع تقرب منها. بيستغرب جون كلامه. مش أنا تعبت من تسريب الغاز اللي ثبته مينج؟ انت هنا بسبب لين لأنها حاولت تخلص عليك ليلة فرحكم، ونهت حياتها لأنها خافت من العقاب. بينهار. مستحيل، احنا كنا سوا من شوية. يا ابني فوق، انت بقالك شهرين في غيبوبة، انت شكلك اتجننت. قلب وعقل ورافضين يستوعبوا ان كل ده كان مجرد حلم، ومفيش واقع اتغير ولا حياة جديدة. وعند الممرضة بيسألها عن صاحبة شو. للأسف اتوفى في حادثة من 4 شهور. طيب ولين؟ محدش قدر يلقاها. بعد ما رمت نفسها في البحر الكل اتوقع ان الموج حدفها لبعيد. بيمر الوقت وبيقف يحكي لأمه خيبة ابنها. حلم، كل ده كان حلم. كان عنده أمل إنه يبقى حقيقة وإن خيانة لين تكون وهم. كنت قابل أحبها من تاني، وفعلا حبيتها رغم خوفي منها. كانت لي الأمان، ووعدتها إننا ما نفترقش تاني، بس كل ده كان وهم يا أمي. بيلمحها وقتها لين بدموع بتحاول تداريها. أنا مش لين، وابعد. أنا جون، مش فاكراني؟ أنا معرفش حد بالاسم ده، أكيد أنت غلطت في الشخص. بتنهيدة بيقول أنا آسف، شكلي فعلا غلطت. وفي النهاية أحيانا صدمتنا في واقع شخص حبيناه بيخلينا نتمنى لو نرجع بالزمن ونغير تفاصيل النهاية، المهم يبقى. وأخيرا لو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراك في القناة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.